السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة العام الدراسي الجديد، عندنا موضوع مهم للغاية، موضوع عن مدرسة الثانوية للبنات. المدرسة دي يا جماعة اتعملت عشان خاطر بناتنا ما تروحش بره، ما تروحش اليوب، ما تروحش شبرا الخيمة. النهارده إدارة المدرسة يا جماعة عايزة تعمل فترتين، فترة للبنات وفترة للصبيان. طب ليه؟ طب ما انت لو قادر تعمل فترتين كنت الأولى تعمل فترة الصبح للبنات وبعد الظهر برضك للبنات. لكن انت لما تخلي لي فتره للصبيان انت كده نفس الموضوع ونفس المشكله هنرجع لها، وهتقول ما عنديش مكان، والبنات هترجع برضك تروح اليوب وتروح شبرا. وانا مناشد السيد وزير التربيه والتعليم ومناشد معانا المحافظ، لان الموضوع ده انا مش هسيب اي تجاوزات تحصل في قريه متنمه. ومعانا مداخله تليفونيه الحاج خالد صلاح سودان. السلام عليكم. ايوه يا حاج خالد، ايوه استاذ شكري. معاك في المداخله. ايه موضوع المدرسه الثانوي بتاع البنات ده، وايه اللي عندك، ايه اللي حصل؟ في مشكلة عندنا السنة دي، المشكلة دي حصلت السنة اللي فاتت. بنتي في الثانوية للبنات. ايوه معاك. المدرسة دي أساس تخصيصها معمولة للبنات في الثانوي العام. معاك. عشان البنات ما كنا بنروح على اليوم وبناتنا بتموت على الطريق. ايوه معاك. السنة اللي فاتت عملنا مشكلة ورحنا قابلنا مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة. عايزين يجيبوا الصبيان من التجريبية اللي هي المنارة فترة صباحية وبناتنا يبقوا في الفترة المسائية. وعملنا مشكلة هناك وتقدمنا لمدير الإدارة، والسنة اللي فاتت عدت بسلام ورفضوا دخول الصبيان للمدرسة عشان الاختلاط وبناتنا في سن خطر ما ينفعش. تمام، الله ينور عليك. عرفت السنة دي من بنتي كده ان البنات بيقولوا ده السنة دي الصبيان بتوع المنارة هتبقى مشتركة، ان البنين صباحي والبنات مسائي. طب هم لو قادرين يعملوا كده يا حاج خالد، طب ما يخلوا بناتنا الصبح وبناتنا فترة مسائية، يبقى لما بيقولوا لبناتنا ما فيش أماكن ويضطروا يروحوا على اليوب ويروحوا شبرا. نتمنى ده يحصل من السيد مدير الإدارة الجديد الأستاذ هشام العتموني. أيوه. نتمنى ده قبل ما تحصل كوارث تاني في مدرسة فيها اختلاط بين البنين والبنات. دي مدرسة ثانوي عام، مش مراحل ابتدائي ولا إعدادي. لو احنا بنناشد السيد وزير التربية والتعليم ومعانا المحافظ على موضوع المدرسة ده بالذات، أنا مش هسيب أي تجاوزات تحصل في متنمة. يا ريت، لأن مدرسة المنارة دي أساسا المفروض إن أرض تخصيصها كانت مكان المدرسة القديمة المتنمة. تمام، واضح، عارف، صح، تمام. ثانوية للبنات أنا معرفش إزاي كانوا عاملينها مشتركة. دي مدرسة ثانوي بنات. مين اللي له المصلحة إنها تكون مشتركة إن بنين وبنات في مرحلة الثانوي العام؟ تمام. سيادة المحافظ، السيد وزير التربية والتعليم، السيد مدير عام غرب شبرا الخيمة. احنا متضررين من وجود البنين مع البنات في مدرسة الثانوي العام بمتنمة عشان الانفلات الامن الادبي، وعشان اللي بيحصل، اللي هو كان بيحصل عندنا في اليوب، واحنا كنا بنخاف على بناتنا وكنا بنخاف نودي بناتنا شبرا، والكلام ده كله اهل متنمة هتعرفه، والكلام ده كله اهل متنمة لمساه. احنا بنشهدنا ان يكون عندنا مدرسة خاصة بالبنات في مرحلة الثانوي. ما نجيش بعد السنين دي كلها نفاجئ انها تكون مشتركة وموجود بنين من التجريبية. كلامك مظبوط. وايه المصلحة في كده؟ يعني انا مش شايف ان فيها مصلحة، يعني مصلحة مين في كده؟ ما هو المشكلة كلها احنا مش عارفين دي بتصب لمصلحة مين. المفروض ان مدير عام التجريبية عنده مدرسة المنارة التجريبية بنين يخليها بنين. عندنا مدرسة الثانوية للبنات دي للبنات، ازاي تكون مشتركة انا مش عارف. كلامك مظبوط يا حاج خالد، احترم رأيك. واحنا بنناشد السيد وزير التربية والتعليم ومعالي المحافظ والاستاذ هشام العتموني، ورسالة وصلت يا حاج خالد، ومتشكرين لحضرتك. نتمنى ده يحصل لان احنا رافضين رفض نهائي. لا ان شاء الله هيحصل، ان شاء الله هيحصل. وانا بطمنك وبطمن المشاهدين اللي هيشاهدونا وبطمن اهل قرية متنمة، احنا مش هنسيب اي فساد داخل قرية متنمة، مش هنسيب تعديات على اي حد في قرية متنمة. ربنا يوفقكم ويوفقنا ويستر بناتنا وبنات الامه كلها. ربنا يكرمك يا حاج خالد. شكرا الحاج خالد صلاح على المداخله. الحاج خالد يا جماعه زي ما انتم سمعتوا، الحاج خالد صلاح غني عن التعريف، كله عفو. الراجل ده ما يحبش الظهور، الراجل ده محترم جدا، الراجل ده بيعمل الخدمات العامه.
وانا عندي مجمع مدارس متنامه فيه 4 فصول تجريبي، اللي هم داخلين ده في المجمع بيعملوا ايه ولصالح مين، وشغالين بالفلوس، بياخدوا فلوس من الناس. لما الاولى اللي هم يجيبوا الصبيان في المكان دوت، ويخلوا البنات زي ما هي، ما نعوضش للبنات للصبيان. طبعا طالما انت قادر تشغل فترتين، ما تشغلهم للبنات، عشان ما تقولش للبنات انا ما عنديش مكان، ويضطروا يركبوا يروحوا على اليوب ويروحوا شبرا. مع شكر القاضي العمده صاحب الحمله الشهيره المفاسد العرفيه.